بداية هذه الزيارة هي ضمن إطار توطيد العلاقات مع إقليم كردستان الذي وقف مع الثورة السورية حكومة وشعبا منذ اليوم الأول. بالتأكيد تحدثنا عن وضع اللاجئين السوريين، أهلنا اللاجئين الموجودين في إقليم كردستان وعددهم تقريبا 250 ألف، التحديات والصعوبات إضافة لما تقدمه لهم حكومة الإقليم من خدمات والمصاعب التي يواجهونها والبحث عن حلول لتلك المصاعب. أيضا تم الحديث عن التحديات المشتركة من محاربة الإرهاب، إرهاب تنظيم PKK وإرهاب داعش وما عانته سواء إقليم كردستان العراق أو سوريا من هذه المشاكل في الفترة السابقة. بالنسبة للمعلمين ووفد عفرين تحدثنا أيضا عن المشاكل التي تحدث في المناطق المحررة، ونحن لا ننكر ذلك، لكن بالتأكيد هذه المشاكل موجودة في كل الشمال الغربي لسوريا، ونحن نسعى وبشكل مستمر لأن نحل تلك الإشكاليات، ونحن بالتأكيد مصرين ونعمل على عودة أهل عفرين إلى مناطقهم وعودة كل من هجر إلى مناطقه. أنا مثلا من إدلب وأنا مهجرة قسريا من بلدي، فبالتأكيد نحن مع عودة السوريين، وهذه دعوة من خلال منبركم لكل الأهالي من يرغب بالعودة أن يقوم بذلك. وبالتأكيد الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة التي هي الذراع التنفيذي للائتلاف يقومون بالإجراءات المطلوبة قدر الإمكان، لأن الصعوبات والتحديات كبيرة جدا. المنطقة ما زالت تعاني من خلل أمني كبير، أنتم تسمعون بالتفجيرات التي تحدث في الشمال الغربي من خلايا PKK وخلايا النظام وكل التنظيمات الإرهابية يعني التي يوجد لها خلايا نائمة في المنطقة. فنحن نسعى ما أمكن وتدريجيا أن نتحدى تلك الصعوبات ونتجاوزها ونعيد الأهالي إلى مناطقهم.